في حاجه كمان عايزين نتكلم فيها بالنسبه لزيزو. انا شايف الوسائل الاعلام والدنيا كلها ملهاش الا زيزو، وزيزو راح وزيزو جه، ومع ان زيزو يعني خلاص ده صفقته خلصت وبتاع، لسه ليه في كلام عليه ولسه في دوشه. اخر ماتش برضه للزمالك جمهور الزمالك يشتمه ويتكلم عن اهل بيته. انا مش عاجبني الوضع ده. احنا ليه يا جماعه؟ ما العالم كله اللعيبه بتحترف واللعيبه بتروح وبتيجي، مفيش دوشه دي بتحصل. ليه بقى زيزو بالذات الدوشه دي حصلت عليه جامد؟ بس ده اللي احنا عايزين نفهمه. كلام سليم يا اسلام، اللي انت بتقوله الصراحه ده كلام فعلا صح. زيزو الاعلام ضخم الموضوع جامد، وجمهور الزمالك بيتعامل مع الموضوع الصراحه بشيء من قله الادب. دلوقتي انا عارف ان زيزو لو انا حد صفقه القرن، صفقه حصلت في تاريخ الكره المصريه، هديها لاحمد سيد زيزو، لان زيزو ساب الزمالك وهو معبود الجماهير في الزمالك. يعني ما حدش ياخدها استغفر الله بمعنى حاجه، بس كانوا بيعشقوه جدا. وشيكابالا طلع قال ان زيزو ده هيبقى كابتن الفرقه بعده وهو خليفته في الفرقه والكلام ده كله، وفجاه ان هو يسيب الزمالك ويروح لاكبر نادي في مصر وافريقيا والوطن العربي اللي هو الاهلي، واللي جماهير الزمالك بتعتبر ان الاهلي منافس ليهم. فعلى قد حبهم ليه شافوه اعتبروه ان هو بيخونهم، وانا شايف ان ديت الصراحه مش خيانه، اولا ده احتراف. لما عبد الله السعيد راح ساب الاهلي عشان يروح الزمالك عشان خاطر 40 مليون جنيه، الكلام ده في 2018 كلهم طلعوا قالوا ده احتراف وسيبوا اللعيب والكلام ده. لما رمضان صبحي راح بيراميدز وجماهير الاهلي، كان بعض جماهير الاهلي كانت زعلانه منه ان جماهير الزمالك قالت ده احتراف وكده. اشمعنى ديت انت بتقول فيها ان ده مش احتراف وان ده خيانه وكده؟ طب حاجه برضو اللي انتوا بتغلطوا جمهور الزمالك ده رساله ليه، بيغلط في زيزو وبيقول عليك جعان وكلام ما يصحش في حق الراجل ده. الراجل ده طلع في كل وسائل الاعلام قال احسن حاجه في الزمالك هي جمهور. لا غلط في جمهور الزمالك، لا قال حاجه. اتعرض لظلم جوه النادي، صورته اتمسكت واتداس عليها بالجزم، ده حقيقي فعلا صوره زيزو اتعمل معاها كده وتم اغتياله معنويا والتقليل منه والغلط فيه وفي والده من بعض الناس المنتميه للزمالك وبعض الناس المحسوبه على اداره الزمالك والكلام ده كله، وهو ما قالش حاجه. ليه مستحقات، وكان ناس طلعت قريبه منه بتقول ان هو كان عايز يتنازل عن المستحقات ديت عشان خاطر جمهور الزمالك يبقى شايل له ذكرى كويسه. يجي في الاخر يشتموه بوالده، ووالده شخص محوري جدا في حياته، ويشتموه بزوجته. جمهور الزمالك مشكلته ان هو ما بيتنافسش في الكوره او في السلوك العام بشكل فيه. جمهور الزمالك عمر ما اداره الزمالك غلطته. قبل كده شتموا امام عاشور وشتموا مراته، جمهور الزمالك طلع قال احنا بندعم الجمهور. يعني واحد بيعمل قله ادب، جمهور بيعمل قله ادب، بدل ما انت تقومه وتبعت له رساله اللي انت نادي كبير والمفروض اللي انت جماهيرك ده بتقول على نفسكم الصفوه، بدل ما تترفعوا عن القذاره والقذورات ديت والكلام ده، تقوم انت اداره الزمالك تدعم جمهور الزمالك على الافعال ديت.